بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة المستشار، نتعرف بحضرتك في البداية. عبد العزيز الشرقاوي، المنسق العام لحركة مستقبل مصر. حضرتك اللي قايمين بالرحلة نفسها. الرحلة دي تاني فوج ومكون من 100 فرد من أعضاء الحركة من 5 محافظات، هي اسكندرية والمنوفية والقليوبية وبني سويف والقاهرة. نعم. وجينا النهارده طبعا ان احنا بنطلع. انتوا جيتوا قبل كده كذا مرة؟ جينا مرة واحدة، دي تاني مرة. دي تاني مرة في شهر 11. ايوه طيب دي تاني مرة. هل تاني مرة في اختلاف عن المرة اللي جيتوا فيها؟ طبعا احنا ما كناش شايفين المية ديت قبل كده، كان الحفر كان بيتم على الناشف، حفر الجاف. كان، لكن المرة دي احنا شايفين ان القناة او مجرى القناة بيفحروا على المية، ودي حاجة يعني أسعدتنا جميعا، وإن احنا في غاية الفخر من اللي بيحصل ده. طب دلوقتي يعني الحركة بتنظم رحلات لقناة السويس، هل ليها أنشطة تانية لتوعية طبعا فيها محو أمية عندنا، وعندنا بالنسبة للمرشحين إن احنا هنقف مع المرشح اللي هو شايفينه إن هو له تواجد في الشارع المصري، وإنه بيدي وبيعطي، وإنه نازل عشان يخدم الناس. هنقف وراهم دول، مش هنقف حتى لو من خارج الحركة. حتى لو من خارج الحركة لازم نقف ورا الناس الوطنيين المحترمين. نعم. اللي هم ليهم أصلا تواجد في الشارع واللي لهم اتصال بالناس. نعم. هو ده هيكون وقوفنا إن شاء الله في المرحلة اللي جاية دي. طب هل هتعملوا زيارات تانية لقناة السويس بأفواج جديدة؟ طبعا احنا عملنا 5 محافظات قبل كده، والنهارده 5 محافظات، هنكمل لغاية 27 محافظة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن ربنا. يعني هل نتوقع زيارة أخرى في افتتاح قناة السويس؟ إن شاء الله. احنا مقدمين طلب بإن يبقى من أعضاء الحركة 10 أفراد هيحضروا افتتاح قناة السويس. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك سيادة المستشار. شكرا جزيلا على مجهوداتكم المبذولة واللي واضحة وشفناها، والأفواج اللي بتيجي قناة السويس. متشكرين جدا. شكرا جزيلا. شكرا سيادة المستشار.